اول حاجة لو انت مبتدئ في الجيم تشوف مدرب فاهم وعنده ضمير، يعلمك ويفهمك ويأسسك صح، ويعرفك الصح من الغلط في التمارين، ويعلمك كل الأساسيات والتمارين الحرة المركبة زي سكوات بالبار، ديد ليفت، بنش بريس. لازم يعلمك كل التمارين دي اللي بتشتغل على أكتر من عضلة، ودي اسمها تمارين حرة مركبة. هتساعدك جدا في انك تتطور في الجيم، وهتساعدك انك تعمل نتيجة سريعة. ولو انت بتتمرن في جيم لازم تدفع فلوس للمدرب علشان يعلمك التمرين، او انت الامور مش ظابطة معاك ماديا، يبقى لازم تتفرج على فيديوهات بكر جيم التعليمية، وساعتها تتفرج على الفيديو وتتمرن التمرين وتصور نفسك وتقيم أدائك بالأداء اللي انت شفته في الفيديو. المهم انك تتعلم التمرين وتعمله بشكل صحيح بنسبة 100%. واما تتعلم التمارين بشكل صحيح 100%، ده هيحميك، او تتعلم التمارين الأساسية 100%، ده هيحميك من الإصابات طول حياتك. عرفت بقى يا عم المبتدئ ننصحك بإيه أول يوم ليك في الجيم؟